الحمد لله على ما مضى، والحمد لله على ما بقي، والحمد لله على ما سيأتي. الحمد لله على كل طعنة وخذلان وتجربة علمتنا وفتحت عيوننا. الحمد لله على كل جرح وألم ومعاناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومكم معطر بالصلاة على النبي المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بداية حبيت أرحب بكامل المشتركين والمشتركات جدد اللي انضموا للقناة، ونقول لكم القناة قناتكم، وأنا لهنا دائما نتمنى أن يكون عند حسن ظنكم. مشتركين ومشتركات القدم، نقول لكم أنتم هم الأساس اللي بيكم تبنات القناة، وإن شاء الله درجة درجة رانا راح نوصلوا للريادة بإذن الله تعالى. اليوم بإذن الله جيتكم بوصفة كريمة الفستق اللي راها دايرة حالة، واللي كانت دايرة حالة أصلا في شوكولاتة دبي، والله نقدروا نستخدموها في عدة تحليات. اليوم جبت لكم وصفة منزلية ناجحة ومضمونة 100%، والأهم من ذلك هذه الوصفة ما تجيش بزاف حلوة، مع السر راني راح نعطيه لكم، لأنه كامل شفت في بعض الفيديوهات كامل اشتكوا أنه هذه الوصفة تكون حلوة. بإذن الله اليوم راح نعطيه لكم بحلاوة تكون معتدلة، مش هذيك الحلاوة اللي تلعب. إذا بالنسبة للوصفة تاعي كما راكم تشوفوا النتيجة تعبر عن نفسها. كما قلت لكم وصفة جربوها على ضمانتي. بالنسبة للوصفة تاعي لهنايا راح نحط كسرونة فوق النار، نشعل عليها النار تاعي، وبعد ذلك نحكم كاس شاي نتاع عسل. اي عسل كان عندكم، سواء عسل خدمته في المنزل ولا العسل اللي يتباع في المحلات جاهز كيما مرجان ولا نونوس الى غير ذلك. لهنايا نهبط كامل العسل تاعي تقريبا كما قلت لكم. راح نعطيكم انا اليوم كميات قليله، وانتم بطبيعه الحال تقدروا تضاعفوا الكميه على حساب الرغبه تاعكم. لهنا فقط راح نخدم بكاس شاي نتاع عسل، ومقدار كاس شاي تاع عسل راح نزيد نضيف له كاس شاي اخر نتاع شوكولاته بيضاء. تقريبا الناس اللي يحبوا الميزان 100 غرام عسل و100 غرام تاع شوكولاته بيضاء. لهنا نحطهم على النار قليلة كامل، ونخليهم يذوبوا لي غير في غرضهم. بعد ذلك رانا راح نضيف عليهم ملعقة أكل نتاع مارغرين. لهنايا المارغرين هي اللي راها رايحة تعدل لي الطعم، راها رايحة تخلي لي الخليط تاعي ماهوش حلو بزاف. لهنايا نخليهم على نار قليلة كامل حتى يذوبوا لي كما راكم تشوفوا، يوصلوا لي المرحلة الغلي. بعد ذلك راح نضيف عليهم تقريبا نصف ملعقه صغيره نتاع لاباتارون بذوق الفستق اللي راها تتباع عند اللي يبيع لوازم الحلويات. 10000 يعطيكم كميه معتبره. هذه الوصفه كما قلت لكم هي اللي نخلطوها مع القطايف المحمصين، واللي دارت حاله كما قلت لكم في ترند تاع شوكولاته دبي. لهنا نخلط كامل المكونات تاعي مليح. شوفوا لي هذاك اللون الفستقي اللي نتحصلوا عليه، فير بيستاش. لهنا في هذه المرحلة أنا عندي كمية قليلة فقط نتاع بيستاش، يعني لهنا يا ربي قيمة 3000 ولا 4000 تاع بيستاش. انتوما تحبوا تضيفوا هذه المرحلة ولا تقدروا تستغنوا عليها، بما أنه كمية قليلة تقدروا تضيفوها. لهنا نرحي الخليط تاعي كامل بالبراميكسور، وبعد ذلك نصبه في بلارة والله اللي نحتفظ بها، وانا تحصلت على اروع كريمه فستق. كما قلت لكم راح نقدم لكم بها عده وصفات، سواء في التحليات او حتى في الحلويات. دائما كي نخدموا وصفه نحاولوا اننا نستغلوها في عده وصفات. ها هي كريمه الفستق تاعي بعد ما بردت لي كامل. شوفوا لي القوام تاعها يجي قوام من اروع ما يكون، يجي قوام يتعلك كما قلت لكم، ما تجيش حلوه بالبزاف، تجي رائعه من اروع ما يكون. نتمنى ان وصفتي لنا اليوم تكون نالت اعجابكم، تجربوها في بيوتكم، اكيد راكم رايحين تنجحوا فيها، وبدون شك راكم رايحين تجربوها في عده وصفات كما قلت لكم، خاصه بالحلويات او حتى بالتحليات. اكيد اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تخلوا لي لايك، تشتركوا معي في القناه حتى يصلكم كل جديد، وما تنسوش تخلوا لي تعليق ايجابي يدل على مدى وعيكم، ثقافتكم ورقيكم، وهذا الشيء يبقى
فضلا وليس أمرا. مسك الختام، تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.